السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض تحلية سهلة وسريعة جدا، بدون دقيق، بدون خميرة، بدون زيت، بدون اي حاجة خالص. هنعمل مع بعض كاسات الجيلي بالكاستر بالفواكه. حاجة كده هترطب على قلوبنا في الحر والجو اللي احنا فيه ده. كمان بديل شوية للايس كريم. هيكون طعمه حلو قوي ومثالي قوي. لو انت اول مرة تشوفيني وتتابعيني، لايك للفيديو بتاع النهاردة وكمان اشتراك في القناة لو انت اول مرة تتابعيني. معايا كده نص كيلو من اللبن او الحليب. اللبن اللي انا مستخدماه لبن جاموسي كامل الدسم. وممكن تستخدمي لبن بقري، وممكن تستخدمي اللبن اللي هو المعلب. اي نوع لبن هيبقى معاكي كويس ومش هيفرق قوي في التحلية اللي احنا عاملينها النهاردة. اللبن اللي انا مستخدماه نص كيلو، يعني 500 جرام، 3 كوبايات بالمج بتاع الشاي العادي اللي احنا مستخدمينه. اللبن بتاعنا ساقع عادي بدرجة حرارة المطبخ، ساقع طالع من التلاجة مفيش مشكلة. معايا 3 معالق كبار من السكر 40 جرام، يعني لكل كوباية من اللبن معلقة من السكر. السكر حبيبات عادي، وممكن لو انت عندك سكر بودر تمام. ومعايا 3 معالق كبار 40 جرام من الكاستر. كاستر فانيليا موجود عند اي عطار، في اللي هو السايب وفي اللي هو البرطمان اللي موجود. الثلاث معالق 40 جرام، يعني لكل كوباية لبن معلقة من السكر ومعلقة من الكاستر. تمام كده، ما تزوديش قوي علشان ما يبقاش محجر معاكي ومكتل. لا، احنا عايزين القوام بتاعه كريمي. هنقلبه على البارد بحيث ان احنا ندوب السكر والكاستر مع بعض في اللبن، وبعدين نرفعه على نار متوسطة ونستمر في التقليب. ده نوع الكاستر اللي انا مستخدماه، كاستر فانيليا. البرطمان ده موجود عند اي عطار. رفعنا الخليط بتاعنا على النار وهنستمر في التقليب. النار بتاعتنا مش عالية قوي، متوسطة، وما ضفناش فانيليا ولا ضفنا اي حاجة خالص. واستمري في التقليب وما تشيليش ايدك وما ترفعيش ايدك من على النار، علشان اللبن بتاعنا ما يشطش وما يكونش طبقة من تحت ويبقى ريحته مش مستحبة، لان ده لبن فممكن يكتل معاكي ويشط بسرعة. تمام، الكاستر بتاعنا استوى وبقى تمام. هتقولي استوى ازاي؟ اقولك لحظة الفقاعات اللي ظهرت يبقى كده تمام. هنركنه على جنب بس 10 دقايق، وبعدين نبدأ نصبه في الكاسات او في البولات اللي احنا هنستخدمها، او اي حاجة انت حابة تعملي فيها. اعمليها كبشة واحدة بس في كل كاس او في كل بولة من اللي احنا عاملينهم. وما تكتريش قوي وما تزوديش، علشان الاحجام تكون متساوية ويكون الطبقات شكلها حلو وموحدة. تمام كده، وما تسيبيش الخليط يبرد معاكي علشان هيبقى خلاص كتل ومش هتعرفي ان انت تصبيه. الخليط بتاعنا كريمي ما شاء الله، حاجة كده تحفة. هنظبط الكاسات بتاعنا ونسويها ونهندمها كده ونمسحها ونظبطها. نركنهم على جنب 10 دقايق وندخلهم التلاجة علشان يجمدوا ويكونوا جامدين للمرحلة التانية. تمام كده، اثناء ما هما في التلاجة هبدأ ان انا اعمل الجيلي. انا مستخدمة باكت واحد ماركة دريم، وكويس قوي، في انواع كتير قوي. حط عليهم معلقه بس من السكر عشان يظبط الطعم، وكوبايه من الميه السخنه. الكوبايه دي 200 جرام. تمام، ميه سخنه بتغلي من الكاتل. وهبدا ان انا ادوب الجيلي والسكر مع بعض لحد ما اتاكد ان خلاص الجيلي خلاص داب بنسبه 100%. هبدا ان انا انزل بنص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه. تمام كده، وده المعيار المظبوط للباكت الواحد من الجيلي. لو هتعملي باكيتين يبقى كوبايتين من الميه السخنه وكوبايه من الميه الساقعه. النص كوبايه دي حوالي 100 جرام ميه ساقعه متلجه، علشان افصل شويه الميه السخنه ويبقى خلاص الخليط بتاعي اصبح جاهز. هركنه على جنب. ومعايا فواكه قطع، اي نوع فواكه بقى موجود عندك ومتاحه استخدميها. انا معايا موز على تفاح، ولو في فراولة تمام مفيش مشكلة. هبدأ ان انا اطلع الكاستر بتاعي من التلاجة، وابدأ ان انا اضيف الفواكه بتاعتي على الوش كده زي ما انتم شايفين. حابة تستغني عن الخطوة دي تمام، مش حابة ان انت تعمليها مفيش مشكلة. بس صدقيني بتبقى طعمها حلو قوي 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 مع الجيلي. معلقة واحدة كده من الكاستر مع الفواكه مع الجيلي، بصراحة الطعم بوديكي في مكان تاني. احنا بنلاحظ الكاسات دي موجودة قوي 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 في الشوارع لما بنكون بره وبتكون ساقعة كده بترطب على قلوبنا. اعمليها في البيت وفرحي اولادك في الجو الحر ده، هتطلع معاكي ممتازة وما تقلقيش، مش هتفصل معاكي. الكاستر بتاعنا ما تسيبوش او ما تزوديش الكميه، زي ما قلت لك لكل كوبايه لبن معلقه واحده من السكر ومعلقه واحده من الكاستر، وهيبقى طالع معاكي مظبوط وما شاء الله. زي ما انت شايفه كده الطبقات تغني عن الكلام. طعمه مثالي وكريمي وحاجه كده ترطب على قلوبنا في الحر الشديد اللي احنا فيه ده. اعمليها وهتطلع معاكي ممتازه ان شاء الله. مش شرط ان انت تعتمدي الكاسات، ممكن تقللي او تصغري الحجم بتاع الكاسات، وهتطلع معاكي كميه كبيره ما شاء الله. اعمليها بولات صغيرة هتبقى ممتازة معاكي.
الجيلي بتاعنا مش محتاج ان احنا نسيب الكاسات بره، هندخلها التلاجة لمدة ساعة وهتطلع معانا ممتازة ممتازة ما شاء الله. تحلية سهلة وسريعة جدا، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، ساعة واحدة وهتطلع معاكي ممتازة. زي ما انتوا شايفين الطبقات ما شاء الله، الجيلي بتاعنا متماسك، وكمان الكاستر والفواكه طالعة ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة، ان شاء الله هتنول اعجابكم وهتبقى ممتازة معاكم. لو انت اول مرة تشوفيني وتتابعيني يبقى لايك للفيديو بتاع النهاردة، وكمان اشتراك. انزلي عند كلمة اشتراك وضغطي على كلمة، على زر الجرس، وفعلي الإشعارات على كلمة الكل، علشان كل وصفة بنزلها ينزلك إشعار بيها. مشاهدة ممتعة للفيديو، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.